السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. Welcome to a new episode and a new video. Today we're going to talk about pronouns, subject pronouns. هنتكلم النهاردة عن ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل بسيطة جدا وبتتكلم عن اللي بيعمل الفعل، ودائما بتيجي في أول الجملة، وهي الآتي: ضمائر الفاعل عندنا I, we, you, they, he, she, it. طيب ال I وهو أنا، و we بمعنى نحن، you بمعنى أنت أو أنت أو أنتم، تعامل معاملة الجمع، ولكن هي مقصود بها أنت وأنت وبرضو مقصود بها أنتم. طيب بعد كده عندنا they وهي للغائب الجمع، هم أو هن. بعد كده عندنا he هو للغائب المفرد، she هي للغائبة المفردة. وطبعا معانا it وهو ضمير للغائب الغير عاقل، ضمير للغائب الغير عاقل المفرد. طبعا يعني it ممكن يبقى معناها هو، ويمكن يبقى معناها هي لو بتكلم على شيء محدد. يعني مثلا بتكلم على قطة، فit هنا يبقى معناها هي لو بشير بها للقطة. ولو قلت it على قط فمعناها هو. تمام كده؟ طيب نبعد عنها وجمعها على فكرة they. it جمعها they، he جمعها they، she جمعها they. طيب ندي أمثلة علشان نفهم ايه اللي احنا بنقوله ده. انا هستخدم الفعل hit، وhit بمعنى يضرب. طيب هنقول I hit بمعنى أنا أضرب. we hit نحن نضرب. يبقى لو احنا عارفين معنى كل ضمير هنعرف ايه المقصود. وهنلاحظ ان الفعل ما بيتغيرش الا في حالات بسيطة جدا، بيتضاف له اس على حسب الزمن، حاجات كده بسيطة. طيب you hit، انت تضرب او انت تضربين او انتم تضربون. you hit. طب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا they hit، هم يضربون او هن تضربن. طب بعد كده عندنا بالظبط كده عندنا he hits، وحطينا اس لان ده مفرد غائب، فبيتحط على الفعل اس في حالة الزمن بتاع المضارع البسيط او present simple. وكذلك مع المفردة الغائبة she hits، وبرضو it hits. طبعا دي ضمائر الفعل، يعني بكل بساطة في الحالة دي هي اللي بتعمل الفعل. انا اللي بضرب I hit، هو اللي بيضرب he hits، هي اللي بتضرب she hits، انت اللي بتضرب you hit. فاحنا بمجرد ما نفهم استخدام الضمائر دي ونستخدمها في جمل هنتعود عليها ونعرف نستخدمها بكل تلقائية وبكل أريحية. شكرا لكم على استماعكم الطيب والجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.